بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا شباب الإسلام، يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو العيد الأسبوعي للمسلمين كما تعلمون، وفيه ساعة إجابة للدعاء، التي يعني جمهور العلماء اللي هي بعد العصر لحد المغرب. ويوم الجمعة له فضائل كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الفيديو لا يحصي عددها. لكن في عادة انتشرت جدا مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي مدمرة الكثير مننا، وهي إننا يعني بعيدا عننا اللي هي مدمرة شباب كثيرة. ولكن نقول هذه العادة التي انتشرت هي إننا أول ما ندخل على يوم الجمعة الخميس بالليل نلاقي الرسائل والبوستات كلها بكلمة جمعة مباركة أو جمعة طيبة، وكأنها تحية واجبة أو سنة مهجورة عن النبي. سبحان الله. فسؤالي ليكم وسؤالي لكل واحد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة، هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ طب هل قالها الصحابة لبعضهم بعض؟ أتحدى أي إنسان يسمع الكلام دوت يجيب لي حديث واحد صحيح أو ضعيف حتى أو أثر صحابي واحد إنه كان بيلتزم بتهنئة المسلمين بقول جمعة مباركة مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة علمنا الأدعية والأذكار المستحبة يوم الجمعة، زي قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وتخصيص لفظ معين للتهنئة كل أسبوع ملم يخصصه الشرع هو من الإحداث في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد. رواه مسلم. فيوم الجمعة يا جماعة مبارك بذاته، مش محتاج لإقرارنا عشان إحنا نعمل له حاجة زيادة مثلا يوم الجمعة. فخلونا نحيي السنن الحقيقية ونسيب المحدثات اللي بتشغلنا عنها. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.